تقريبا في المغرب هو حدث الإضرابات الأخيرة التي دعت إليها مجموعة من النقابات. ترى ما هو رأيك في هذه الحركة التي قام بها هؤلاء النقابات؟ خصنا إلا سمحتي أنا عندي وجهية وجهية نظر شوية مختلفة، بحيث عدة أمورات كاينين، تحولات كبيرة كاينة في العالم، وخصنا نقوموا بواحد الإعادة ديال التربية الوطنية ديالنا، إعادة ديال التربية الوطنية، صديق نوليو وطنيين أكثر من اللي كنا. حيت تنشوف شوية التاريخ القريب بحال الوالد الله يرحمه ولي برحمة الله وجدودنا كانوا وطنيين، عليها وصلنا لواحد النتيجة جميلة اللي فيها الاستقلال، واسترجعنا عدة أمورات، الاسترجاع ديال الصحراء الغربية المغربية، وهذا العمل الجميل ما كانش يقدر يكون وكان ما كانش واحد الروح وطنية اللي مجسدة في جدودنا والآباء ديالنا. خصنا اليوم نكرسوا هاد الروح الوطنية بإعادة ديال التربية الوطنية، نأثروا هاد الشباب كله اللي جاي واللي كاين على حب الوطن، ولكن الحب الحقيقي ديال الوطن، ماشي غير حب الوطن هي الله الوطن الملك صافي، ولكن نعطوها واحد الآفاق بعيد، نقدروا نأثروا الشباب بأن الله الوطن الملك يقدروا يوصلوا للنتائج كلها اللي تيتمناوها، وهذيك الله الوطن الملك يوصلوا للطموحات ديالهم كلها. وهذا الشيء كله الحمد لله عليه اللي احنا وصلناه حتى اليوم، راه غير بالله الوطن الملك والعمل المعقول والعمل الدغري. انتم كنتو تعرفوا الوالد الله يرحمه ولي برحمة الله، راه الزاوية الشفقية الذكية الرقمية المتنورة، راه كنتو تسهروا دائما على عدة لقاءات معاه وعدة لقاءات معنا. دونك هذا الروح الوطنية تنشوفوا بأنها تبارك الله ملي تكون مجسدة في واحد المجمع تيوصل بعيد وتيمشي بعيد في كل شيء، في الثقافة، في العمل، في الأعمال، في رياضة المقاولات، عدة عمليات سيقدروا يتموا بهذا الله الوطن الملك اللي مبنية على واحد الأسس حقيقية وأسس أصيلة. هذا هو اللي نقدر نقول. لنتحدث عن الإضرابات الأخيرة. الإضراب راه حق مشروع، المسألة اللي مشروعة من طرف الدستور، ما نقدرش نجي نتفهم في الدستور راه كاين هو الشيء يسمىها قانون الأسماء البلاد، وعلينا كلنا باش نحترموا هذا الدستور، والدستور راه فيه حق ديال الإضراب والحق ديال الحق ديال جميع الأمورات محطوطة ومكرسة في الدستور. دونك نكونوا دستوريين، نتفاعل مع الدستور بطريقة شرعية. أنا تنشوف بأنه المملكة المغربية الشريفة كانت دائما قريبة جدا للشعب ديالها وجميع الشباب وجميع الإخوان المغاربة والمغربيات، باش يديروا معهم تفاعل عملي في عدة مشاكل كبيرة، بحال المشكل اللي كان ديال كورونا. ما نظنش بأنه مسؤولية من طرف السلطات كانت غتكون فيها شيء أي خلل، حيث المملكة المغربية قديمة ودولة قديمة جدا، وتتعامل مع الشعب منذ قرون، ماشي عاد اليوم اليوم غتبدا الحرفة ديالها كيف غتتعامل مع الشعب وكيف غتتعامل مع المجاميع والمجموعات ديال الشباب ولا المجموعات ديال الآباء. دونك عندها دراية في المهنة ديالها. اليوم راه المغرب راه تياخذوه كنموذج في الأمم المتحدة، ومشي على من فراغ. دونك كاين واحد لو باسي، كاين
كاين واحد لا ريفيرونس كبيره في التسيير ديال الاداره المغربيه من طرف الناس ديال السلطه، وتنشوفوا السلطه دائما كاينه وموجوده بكثافه ملي تيكون شي مشكل ديال حقيقي جذري اللي تيقدر يضر ولا تيقدر على المدى القريب يضر المغربي والمغربيه. سي خالد شفقي، أنت تسعى دائما وأبدا وراء المشاريع الكبرى التي من ضمنها مشروع الاي أو الذكاء الاصطناعي. إلى أين وصل مشروعكم إلى اليوم؟ مشروع المغاربه ومشروع البلد، هذا مشروع سيدنا ماشي مشروع ديالي. الذكاء الاصطناعي تبارك الله سيدنا عين واحد الوزيره جميله جدا بروفيسيونيل في الميدان، والذكاء الصناعي غادي مخير في المغرب، غادي مخير في المغرب، والورشات كبيره وكثيره تفتحوا في عده مقاطعات وعده مدن وعده قطاعات مهنيه كاينين في المغرب اللي انفتحوا على الذكاء الصناعي. والحمد لله حنا في هذا الميدان غتكون عندنا البصمه ديالنا، ودينا وشرعنا في العمل ديالنا بالكوكان باش نقدروا نبيعوا المعرفه ديالنا الى جميع العالم. الكوكان اليوم هي بغيتي نقول لا مارك ديالنا في هادشي ديال الاي اي، راه تبارك الله عليها. فين ما قدمناها الطلب كثير عليها، بحيث تنبيعوا غير المعرفه المغربيه ولو سافوار اي ليدوكاسيون ماروكين. والحمد لله كاين الطلب كثير وكبير الحمد لله. هذه راه دائما الوالد الله يرحمه ولي برحمه الله تيقول لك تهلاو في الصحه ديالكم، تهلاو في الماكله ديالكم، تهلاو في الشيء يسميوها في التغذيه. هذه راه دائما في الزاويه الشفقيه الذكيه الرقميه المتنوره كان دائما عاده ديالنا باش دائما نحاولوا نكونوا ما اقرب لله الله سبحانه وتعالى، الايمان والاخلاص ديال العمل ديالنا الصالح لراسنا بعدا. هذا هو اللي مهم. وبهذه المناسبة الجميلة تنبلغوا رمضان مبارك سعيد للجميع ومبارك العواشر للجميع. والله الوطن الملك، والله الوطن الملك، والله الوطن الملك، والصحراء الشرقية المغربية وبعهد محمد السادس ديال التندوف، والتندوف هي مسؤولية وعلينا جميعا مسؤولية. تبارك الله على الجميع وعلى الإخوان، والسلام عليكم.